سلومة حبيبتي، صباح الفل. صباح الجمال. بصي بقى، بما اننا هنقضي الاسبوع ده اكل كداب، محتاجين نكسر الاسبوع باكل محترم حقيقي يعني يرم عظمنا. يا ريت والله، هو مين يكره؟ بس هنعمل ده ازاي؟ هتفرتك فلوس العيد يعني؟ لا 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 طبعا يا حبيبتي، فلوس العيد دي مش هنيجي جنبها. احنا هنعمل كده ومن غير فلوس خالص. ايه ده ازاي يعني؟ هتفطرنا في مائدة ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه بالظبط كده، بس دي بقى مش اي مائدة، دي مائدة ولا 1000 مائدة. ايوه مالها يعني المائدة دي؟ ايه المميز قوي اللي فيها كده؟ دي يا ستي مائدة عاملها واحد صاحبي من زمان بيشتغل في العقارات، ده غير انه عاملها على الكورنيش وصارف ومكلف وعامل اغلى اكل. ما شاء الله، ربنا يكرمه ويزيده يا رب. لا ده واضح بقى انها مائدة اليت. ده احنا نلبس ونتشيك بقى ونلبس الحتة اللي على الحبل. ايوه يا بنتي طبعا، صاحبي ده راجل تقيل قوي ولازم نروح متشيكين عشان ما يبقاش شكلنا تفصين بقى وجايين ناكل من الاكل الغالي اللي عامله. ما احنا كده كده رايحين عشان ناكل يا صبري، ما دي مائدة وفي ايه؟ ايوه ما انا فاهم، بس قصدي يعني ما نبقاش تفصين ومعفنين كمان، تبقى شكلها بايخ. ده غير انه عارف اني لسه راجع من البرازيل، فلازم يحس اني راجع بتقلي. لا، ومن ناحية انك راجع بتقلك فانت راجع بتقلك كله يا حبيبي فعلا، ما تقلقش. عامة سيب الشياكة دي عليا، هشرفك قدام صاحبك. هو ده الصح وهو ده الاتيكيت. يلا يا صبري انجز نفسك، انا لبست انا والولاد وبتفرج على فيديوهات الاتيكيت اهو مستنياك. هو الاتيكيت كمان بقى له فيديوهات؟ ايوه يا ابني، انت ازاي مش متابع؟ انجز انت لبس بس وانا هلخص لك الفيديوهات دي قبل ما نروح. بقول لك ايه صحيح، هي المائدة دي ممكن يبقى فيها جمبري؟ اه طبعا ممكن، ياه ده يا ريت يبقى فيها. يا ريت يا ريت يا صبري، بجد انا نفسي فيه قوي. حلو قوي الكلام ده، يبقى نشوف بقى فيديو اتيكيت اكل الجمبري ده بيقول ايه. فجمبري بالايد لا باتر فلاي ولا مشوي ولا اي نوع في الحياه، جمبري بالايد. هنعمل ايه يا جماعه؟ معانا الشوكه بتاعتنا، معانا سكينه السمك، سهل جدا. بس انا جاهز اهو يا حبيبتي. بس هو ايه اللي انا سامعه ده؟ جمبري باتر فلاي يتاكل بالشوكه والسكينه ازاي يعني؟ وفين المصمصه؟ والصوص اللي بيتبقى في الطبق ده هنسيبه لمين؟ انا ما بتكيفش من اكل الجمبري الباتر فلاي غير وانا بمصمص الراس بتاعت الجمبري والحس الصوص من الطبق ومصمص الرجول من ورا كده. والله يا صبري مش عارفه، انا ما جبتش حاجه من عندي، بس هو الاتيكيت بيقول كده، فيعني مش عايزين فضايح ومصمصه هناك برضه، الله يخليك. انا مش مقتنع بالكلام ده، وبعدين بما انك متابعه السوشيال ميديا قوي كده، ما شفتيش فيديوهات الكوريين وهم بياكلوا السي فود؟ ده انا قلبي ومعدتي بيبقوا بيتقطعوا على الكابوريايه والاستاكوزايه باللي بيعملوا فيها. لما تبقى تهاجر كوريا ان شاء الله يا حبيبي تبقى تعمل كده قدام الناس عادي، على الاقل هيبقى في مبرر يعني. لكن انت راجع من البرازيل يا صبري، فبلاش فضايح. حاضر حاضر، هحاول امسك نفسي. والله حلوه فكره كوريا دي. هو انت كل ما تسمع بلد تقول حلوه؟ هو في ايه بقى؟ ايه ده ايه ده؟ ايه الشياكه دي كلها؟ ده ولا كاننا جايين مطعم. شفتي مش قلتلك انه عامل حاجه تحفه؟ يلا 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 ندخل نشوف الاكل ايه بقى، عشان انا عمال احلم بالجمبري طول السكه. يا رب نلاقيه والنبي. بابا الجمبري اهو. بس يا زكي وطي صوتك، عيب كده، انت اول مره تشوف اكل. ايوه يا ماما، بقالي كتير قوي ما شفتش جمبري. اسكت طيب اسكت، هجيب لك منه، اهدى. الاكل ريحته حلوه قوي، انا مش قادر. اصبر انت كمان، انا لاقيه منك ولا من ابنك؟ تعالوا نقعد بس عشان الاذان هيأذن خلاص. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، بسم الله الرحمن الرحيم. يخرب بيتك يا صبري، مش قلنا ناكل باتيكيت؟ اتيكيت ايه دلوقتي؟ انا في اسعد لحظات حياتي، سيبيني في حالي. مشكلة ان انا عمال انظر عليك وانا هموت واكله بايدي واعمل زيك، بس منظرنا هيبقى وحش قوي. يا حبيبتي بلا منظر بلا بتاع، ممكن ناكل بايدينا عادي بس بشياكه يعني، مفيهاش حاجه. كان نفسي نعرف ناخد الجمبري ده معانا البيت عشان نعيش حياتنا من غير ما حد يبص لنا. فين الحاج محمد رزق صاحب المائده دي؟ ايوه يا باشا، انا هنا اهو. خير في ايه؟ جالنا كذا بلاغ انك واخد من الناس فلوس عشان تشغلها لهم في العقارات ونصبت عليهم، فبعد اذنك اتفضل معانا من غير شوشره. يا نهار اسود، الحاج محمد رزق طلع نصاب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تفتكري المائده دي هتتشمع بالشمع الاحمر وهيحرزوا الجمبري ولا ايه اللي هيحصل؟ صبري القصة دي مش بتاعتنا، احنا لازم نمشي حالا، احنا مش وش بهدلة ومعانا العيال. طيب قاسم هات الاكياس اللي كان فيها العصير اللي قدامك دي بسرعه. حاضر يا ماما. سلمى افتحي شنطتك بسرعه. ليه في ايه؟ يا بنتي من غير ليه، افتحيها بسرعه بقى بس. اهو. ايه اللي انت بتعمله ده يا صبري؟ انت بتعبي الجمبري في اكياس في شنطتي؟
ايوه مفيش وقت، اسكتي بقى، انا عارف انا بعمل ايه. يلا يا اولاد، يلا تعالوا نطلع من هنا بسرعه. يا لهوي عليك يا صبري، انت ازاي جالك قلب تعمل كده؟ ما كانش في حل تاني. يلا الحمد لله ان ادينا خلعنا من الموقف الهباب اللي حصل ده، وطلعنا كمان بالجمبري ومحدش شافنا. يلا نروح بسرعه ونتمرمخ في الجمبري وصوص الجمبري.